وجن وفيديو جديد وفيديو بعد فتره طويله جدا. انا عارفه ان انا بختفي وبظهر، بس الجود نيوز از ان انا خلصت دراستي الحمد لله، ياي. فخلصت خلاص واديت لكم الحمد لله، ما وريش اي حاجه خالص غير اليوتيوب والشانل بتاعتي وكده. طبعا الفتره اللي فاتت دي يا جماعه يعني انا ما حبيتش قوي احكي على الشانل لحد ما الدنيا تخلص وتتظبط، بس انا كنت بحقيقي بدرس في حته وبشتغل في بلد تانية خالص، وبنقل من بيت لبيت في مصر، وبدراستي في المانيا، وبرجع مصر اجازات. يعني في فيديوهات اتصورت اصلا كانت متصوره في المانيا فعلا، بس كنت مستقره هناك. لكن في فتره اللي هي السنتين اللي فاتوا دول انا كنت كل شهرين في بلد، يعني انا كنت يعني شهر ابقى شهرين في مصر، شهرين في المانيا، شهرين في مصر. فبجد الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه جدا جدا، فاعذروني. هخش لكم في موضوع الفيديو بتاع النهارده على طول، ان هو ليه علاقه جدا بدراستي، اللي هو فكره ان احنا نقاطع المنتجات. طبعا السبب الاولاني ان احنا نقاطع المنتجات، طبعا دي اقل حاجه نقدر نعملها. اخواتنا الفلسطينيين في غزه اللي بيناضلوا عشان ارضهم وحريتهم، سنس ان احنا مش عارفين نعمل اي حاجه ثانيه، لا عارفين نتظاهر، ولا عارفين ننزل الشارع، ولا عارفين حتى نروح لهم على الجيتس، ولا عارفين نحارب، ولا عارفين نعمل اي حاجه. فدي اقل حاجه ان احنا نقدر نعملها لهم. ده السبب الاولاني والاهم على الاطلاق. السبب التاني طبعا، وهو ليه بقى المنتجات المصريه بالذات مش اي منتجات تانية، يعني في بلاد كتير بتنتج حاجات كتير، واحنا برضو انا بالذات يعني ما كنتش مش رايحه لها قوي الفتره اللي فاتت دي، كنت معتمده اساسا على البرودكتس المصريه بجد. وهي فكره الاقتصاد وفكره البيئه كمان، ان طبعا الاقتصاد المصري مش احسن حاجه دلوقتي، فالاحسن حاجه ان احنا نعملها ان احنا نكون سيلف سستيننج، يعني من الاخر بنقوم الاقتصاد بتاعنا، بان احنا بنقوم المشاريع الجديده بتاعتنا، المشاريع المتناهيه الصغر، اللي هي مثلا واحده مثلا عملت براند شامبوات، واحده عملت مش عارفه براند مفارش، اي حاجه ندعم الحاجات دي، بحيث ان يبقى دايما البلد فيها كاش فلو عمال يتحرك، بدل ما احنا دايما نلجأ للديون والقروض والاستيراد والكلام ده كله اللي بيقلل او بيأثر جدا على الاقتصاد بتاع مصر. دي تاني حاجه، ان الاستدامه بقى اللي هي فكره الدراسه بتاعتي، هي فكره ان كل برودكت بيجي لنا لحد باب بيتك، ده مثلا جاي لك من فرنسا او جاي لك من اسبانيا او اي حاجه، ده حصل له شيبمنت سواء بالهواء ولوث الهواء واثر على المناخ الجميل اللي احنا وصلنا ل 45 درجة حرارة في الصيف. ده حاجة يعني اتس وارنينج لكل اللي هيحصل الفترة اللي جاية، والفيضانات والكلام ده كله بسبب التلوث اللي حاصل ده، وبسبب برضو او حتى لو جه الشيب، يعني لو جت في سفينه يبقى برضو بيلوث الميه، وكل الحاجات دي طبعا بتاثر على البيئه بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها. انا بالذات مهتما بالبرودكتس المصريه للاسباب دي، ودايما ده كان توجه الشانل من اول يوم خالص، دي مش حاجه جديده يعني، ده من اول يوم خالص، وزود اكتر بقى الموضوع حاد اكتر بعد قصه غزه. وخاصة ان في حاجات كان براند كده، طبعا مش هذكرهم بالاسم بس احنا كلنا عارفين هم ايه، يعني لا هم اتصرفوا بشكل وحش قوي. فحتى ان احنا يعني فكرة ان احنا نضغط عليهم اقتصاديا، لا انا مش عايزة اشوفهم اصلا خالص يعني بجد. انا لما بكون معدية في مول وبشوف الماركتين دول بالذات، طبعا انتوا عارفين هم ايه، بعدي بسرعة، ببقى شايفة ناس جوه دمي محروق، بس يعني بعدي بسرعة جدا. بعد سنة ونص بقى، هل قدرت فعلا ان انا اعتمد تماما على المنتجات المصرية ولا لا؟ ده بقى سؤال الحلقه، وعايزاكم تردوا تحت تقولوا لي هل انتوا قدرتوا تعملوا حاجه زي دي، عشان انا بس ما احسش نفسي غريبه. هرد لكم عليه في الفيديو نفسه، هو ايه الحاجات الايجابيات والسلبيات بتاعه الموضوع ده. خدتوا بالكم انا بقيت اتكلم عربي اكتر اهو، عشان مستقر الفتره دي في مصر، فمش ما عنديش اصدقاء اجانب، وتشيز حاجه حزينه عامه. ففي الفيديو هرد لكم ايه هي الحاجات الايجابيات والسلبيات. اول حاجه ايجابيه طبعا ان فكره برضو من افكار الاستدامه، ودي حاجه انا هتكلم عنها كتير في الفيديوز، عشان انا من الادفوكيتس بتاعت الاستدامه دي، ومش بس ان انا درستها، انا بجد بقرا عنها كتير جدا، ومؤمنه بكور بيليفز فيها كتير او معتقدات كتير جدا. هي فكره ان ربنا خلقنا من الارض دي وخلق لنا الحاجات اللي بتنفع معانا، يعني مثلا الجنسنج مثلا، ده في كوريا مثلا دايما نجيب المنتجات الكوري يقول لك بالجنسنج، هم دي حاجه مخلوقه عشان ارضهم، مناسبه مع طبيعه جوهم، مناسبه مع بشرتهم، الطينه اللي هم اتعاملوا منها هي نفس الطينه اللي طلع منها النبات اللي وهكذا. الحاجات مثلا اللي بتظهر عندنا مثلا الزعتر، اللي مش عارفه ايه اللي بيظهر مثلا في الحته بتاعت الشام دي، زيت الزيتون مش عارفه ايه، دي برضو مناسبه للناس اللي مخلوقه من الارض دي، فهي فيها برضو يعني ايه، بتحسي بجراوندنج كده، يعني بتحسي الحاجات اللي طالعه من ارضك هي شبهك وبتناسب حالتك. مثلا انا شعري مثلا فعلا جبت كل البرودكتس الامريكاني، وفي منهم فيديوهات انا اي كفرد يعني في الشانل هنا، او غطيتهم في القناه هنا، ان فعلا ما جابوش نتيجه زي البرودكتس اللي معموله في مصر، لان احنا عارفين طبيعه شعرنا، عارفين طبيعه البنات عندنا، حتى الكيرلي بتاعهم مختلف عن الكيرلي بتاع بنت مثلا
اللي هي بيسموها بلاك امريكان من غير ما اكون عنصريه في الوصف ده يعني، بس يعني مختلفين. تاني حاجه ان مش هيحصل لك مثلا ان فجاه تكوني معتمده على برودكت. انا مثلا كنت معتمده على البرودكتس الفرنش، المنتجات الفرنسويه كلها يا جماعه، افان بقى ولا روش بوزاي ومش عارفه ايه وفيشي والحاجات دي كلها كنت معتمده عليها تماما. وساعه لما حصل حاجه زي اللي حصل سياسيا ده، او حصل العجز في الاقتصاد المصري بالشكل ده ووقفنا الاستيراد فتره، بسيط لقيت نفسي انا مضطره ابتدي بقى ادور على بدايل. فطبعا دي مشكله لو انا عارفه البدايل من الاول، او لو البدايل دي متوفره وانا اوريدي مشجعه البدايل دي وموجوده والناس بتشتغل في مصر وناس عندها سمول بزنسز او عندها مشاريع صغيره اقدر اعتمد عليها، بتحسي كده ان انت في امان اكتر، بتحسي ان انت متغطيه. يعني ايه، كل حاجتك موجوده في بلدك، وبلدك فيها حاجات كتير جدا، فيها منتجات كتير جدا بعيدا عن البيوتي، حتى فيها حاجات ارض المصريه يعني بتطلعها فيها خير كتير جدا. فدي برضو حاجة worth ان احنا نكتشفها. يعني مش هخش في تفاصيل تانية يا جماعة عشان انا بس يعني الكورتيزول عالي، الكورتيزول عالي في الفترة اللي فاتت دي، وبجد بشرتي ويعني وشعري ويعني لنا الله. بالنسبة للكورتيزول ده برضو انا عايزة اتكلم في الموضوع ده. لو شفتوا الفيديو 3 فيديوهات الاخرانيين هتلاقوا وشي منفخ جدا يا جماعة. ده بقى هدخلكم في موضوع التوتر واللي هو بيعمله فينا، علشان ده البيسك بتاع لو احنا فعلا عايزين ناخد بالنا من نفسنا. بس في فيديو تاني. طيب on the other side بقى، الناحية التانية، ايه بقى العيوب بتاعت اللي انا خدت بالي منها او المشاكل اللي ظهرت بسبب المنتجات المصرية اللي ظهرت كونسيستنتلي؟ يعني انا مش هقول على براند واحدة لان هبقى هاخد حاجة بس. النهاردة المشاكل اللي انا شفتها عامة في اعتمادي على المنتجات المصرية، اول حاجة واهم حاجة هو الانكونسيستنسي، الكونسيستنت انكونسيستنسي، اللي هو ان انت مصر على ان انت ما تدينيش نفس الحاجه كل مره. يعني بجد كذا براند، يعني اكون مثلا شاريه زيت معين انا عارفاه لونه كذا، ريحته كذا، الانجريدينتس اللي موجوده فيه كذا، واثر معايا بالشكل ده، اجي اشتريه تاني خلاص حبيته فشخ وعايزه اشتريه بقى تاني، لا غيرنا الفورمولا. انتوا اصلا بقالكم سنه غيرتوا ايه؟ يعني انتوا لسه بتبتدوا، يعني حتى التستنج يعني هم عشان بتبقى كل المشاريع دي بتبقى لسه في مرحله التستنج البدايه. فحتى لو غيرت، طب استنى شويه، شوف فيدباكس كتير، شوف بعد فتره، شوف بعد الناس لما تستخدم الحاجات فتره كبيره اوصل لعدد اكبر من الجمهور، يمكن ما بينفعش مع السيكتور ده. لا هم على طول وهم بيجربوا وبينزلوا في الماركت وبيجربوا ونتغير وكده. طبعا اعتقد ان ده بيحصل في حتت كتير، بس احنا عايزين بقى نخرج من مرحله حقل التجارب دي. يعني انا مش عايزه، وبعدين ما دام هي شغاله بتوقفها ليه يعني؟ يعني انا هندي اكبر اكزامبل كل المصريين عارفينه، بتاع البسكوت الشاتو، هي لابسه البسكوته اللي في الاخر المندوب على حظها دي، هي كل المصريين هم عارفين الموضوع ده. لو الناس بتتفرج عليا من بره مش بيبقوا فاهمين انا بتكلم فيه اصلا، بس هي كده، هي ديفو نزل في البراند واحنا حابينه كده. انتوا عارفين احنا لو فتحنا البسكوته دي في يوم من الايام ما لقيناش البسكوته اللي هي الفرداني اللي في الاخر دي، انا عمري ما اشتري البسكوت دي، خلاص بقت جزء من التجربه، متعه التجربه. فلو في حتى مشكله ظهرت طبيعي يعني خد وقتك، ريبراند مع بعد 20 سنه، لكن مش اللي هو كل مره بشتري البرودكت اللي حاجه مختلفه خالص. بتخلي احساسي بالامان ناحيه البراند مش موجودة، لاني مش عارفة المرة الجاية هستثمر فلوسي في حاجة هي ولا لا. تاني حاجة المانجينج. عايزة اصرخ من المانجينج بتاع بجد. يعني براندز مثلا، في براند انا برضو مش هحرق لكم مفاجأة، هي براند عاملة سكين كير ومش عارفة ايه بالعسل ومش عارفة ايه، في ناس ممكن تكون خمنت. بجد البرودكتس بتيجي متأخرة، ما تجيش اصلا. عايزه تبعت لي هديه ما بتجيش، وابعت لهم اقول لهم يا جماعه لا البرودكت جه ولا الهديه جت، ما بتردش. بتوصلي للمانجر نفسها وتبلغيها بالمشاكل اللي هي المفروض تكون هي هتموت وتبقى عايزه تعرفها عشان تكبر البيزنس بتاعها، ما تردش، او ترد وتقول لك كلام فيج. الدليفري ما بيوصلوش، الدليفري يتخانق معاكي، الحاجات توصل متكسره، الحاجه يا جماعه المنتجات الكوري نزلت على بريدفاست، انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني جايه من قاره تانية واصله لبتاع الدليفري اللي هنا بتاع الخضار اللي احنا بنجيب منه الخضار والفاكهه والبسطرمه، وبتوصل لي متقفله مقفوله سيلد، مفيش باطل جوه، هفتحها الاقيها خلصان نصها، ويقول لي اصل معلش يا فندم، لان هو في كوريا هو مش شايفني اصلا. الكريم بتاع افان يا جماعه، انا بقالي مثلا حوالي 15 سنه
يعني تقريبا من التسعينات بستخدم الكريم الافان ده. الشيد بتاع البوتل والله لا اجيبه لكم، يعني بصوا اللون ده بقاله 20 سنه ما اتغيرش يعني ده نفس الخط، نفس كليننس هايدر. انا بقيت اشوف الكريم من بعيد خالص، انا عارفه هو ايه وعارفه هيعمل ايه على بشرتي، وبيجي من فرنسا يجي يتحط على بشرتي كده يعمل نفس الحاجه كل مره. يعني انا الكريم ده لو بطل يشتغل معايا هقول بشرتي هي السبب مش الكريم، ما هيش هيبقى عندي شك في الكريم خالص. لا مضطره اوصل للمانجر، ولا مضطره اكلم الشركه، ولا مضطره ابعت ايميلات. المره الوحيده اللي انا بعت فيها ايميل لاي شركه علشان كان عندي عليهم تحفظات كانت اولابلكس، ان هما بس ليه حاطين سيليكون في البرودكتس الرينج بتاعهم، ليه حاطين سيليكون، وردوا عليا في ساعتها ورد مقنع وتيكت اور ليفت، الدنيا سهله. لكن اداره المشاريع والمنتجات في مصر حاجه قاسيه، واي حد دي عشان دي مشكله متكرره. اعتقد برضو اصدقائي اللبنانيه برضو قالوا لي على مشكله الكونسيستنسي دي او الاستمراريه، ان احنا ما عندناش حته الاستمراريه، وان الاداره ارجنت. عارفين يعني ايه ارجنت؟ يعني متعجرفه. الادارات بتاعت المشاريع انت لازم تكون على الاقل اول 50 سنه في حياتك تكون انت عارف يعني ايه المستهلك اولا، الكاستمر فيرست. انت لازم تحط ده في دماغك. لكن كون ما انت متحفز للكلاينت اللي جاي، وعلى فكره الموضوع ده بيحصل حتى في المطاعم، في المستشفيات، في الصيدليات، في كل حاجه. الناس كلها في مصر بقت محتقنه، مستنيين طول الوقت انت داخل بمشكله هيقوم هما ديفنسيف، مش هياخدك ويهندلك. لا، موضوع الهندله ده خلص خلاص. الناس كلها بقت بتشتكي بصراحه، احنا بقينا بنشتكي زياده فعلا. يعني كل واحده مثلا، انا كنت مره مع واحد صديقي يعني عنده كافيه معروفه قوي يعني فرانشايز يعني كبير، اتكلمت مره بتقول له ليه السلطه جايه النهارده من غير كيوي، فقال لها ده مش موسم كيوي فحطينا لك حاجه تانية. لا ارجع بقى، كنا في دهب، ارجع لي من دهب بقى هات الكيوي علشان يا اما ترجع لي فلوسي وانا هفضحك دلوقتي على الفيسبوك. طبعا الموضوع قاسي جدا. احنا بقينا اوفر طبعا في الشكوى يا جماعه، ما بنشتكيش من اي حاجه ويعني وخلاص نتفهم وجهه نظر الاخر، نسمع الردود الاول بعدين نبتدي نزعق. لكن في ناس فعلا، وانا مش هقول ان انا عمري ما عملت كده، انا عملت كده طبعا اندر ستريس، زعيق. فالزعيق انت بتزعق وفي بتزعق، واحنا ما شاء الله 120 مليون 120 مليون بيزعقوا في التليفونات. طبيعي ان المتلقي عنده برضو ثريشولد، يعني بيوصل للليميت بتاعه ات كاباسيتي، بحيث ان هو فصل خلاص، مش هيستوعبك بقى اساسا، مش هيفهم انت اصلا انت جايه تهاجميه وخلاص. برضو دي مشكله تانية كبيره جدا عندنا في مصر. تالت بقى حاجه، هل هم اصلا بيشتغلوا ولا لا؟ انا بصراحه شايفه ان في حاجات اشتغلت كويس جدا وفي حاجات ما اشتغلتش. عامة الحاجات اللي انا قدرت استبدلها، يعني اقدر ان انا تماما خلاص انا في حاجات مصرية وهقدر استخدمها، هي غالبا حاجات الشعر، وهم كام براند يعني كويسين الى حد ما. طبعا مش زي الحاجات اللي كنت بشتريها زمان، بس يعني ممكن شغاله، يعني ممكن اقدر اعتمد. النهارده مثلا انا مستخدمه رو افريكان ومش متضايقه، يعني حاسه ان انا مبسوطه، بالعكس شكله هايدريتد اكتر بكتير من الحاجات اللي كنت بستخدمها مش هي مويستشر وكده. طبعا مش دعايه رو افريكان، بس يعني على سبيل المثال راس مثلا او لوكن، انا حسيت ان هم اشتغلوا معايا احسن بكتير من شيا مويستشر مثلا. شيا مويستشر للحاله اللي هو الصعبه، او اولابلكس، هل انا هقدر استخدمهم تماما وانسى القصه دي؟ لا، انا ما اشتريتش اي حاجه جديده من البراندز الاجنبيه اللي انا قلتها دلوقتي، بس رجعت استخدمهم. مش عارفه ليه كنت سايباهم في الدولاب ومخصماهم، يعني زي ما يكون اللي هو انا مقاطعه، فحتى وانت عندي ان هو خلاص ما انت ما بتنعشيش الاقتصاد في الدولاب. بس لما رجعت استخدمهم لا، حسيت ان في فرق شويه بصراحه. يعني هل في حد عرف يعني في برودكت يغنيني عن اولابلكس؟ لا. هل في برودكت يغنيني عن مرطب قوي زي الحاجات بتاعت شيا مويستشر؟ لا. بس ممكن اعتمد في فتره طويله مثلا على البراندات المصريه اللي انا شفتها دي. بالنسبه بقى للبشره، مفيش حاجه اسمها ترطيب، بس عشان نبقى فاهمين الحاجات بقى اللي هي شان ومان ولان، انا بتكلم على البادي والحاجات دي بقى كلها يا جماعه. علبه الفازلين انا ام ديفاينج ذا ثيوري دلوقتي حالا، يعني انا بقول اعملوا كذا وفي نفس الوقت بقنعكم ان ما تعملوش. هيلورونيك اسيد يا جماعه، هيلورونيك اسيد مصري احطه على بشرتي ووراه مرطب عشان احس ان بالجلو، الجلو تحت عينيا يا جماعه. حفر اهي والله حفر
مفيش طبعا يعني، بس الحمد لله ربنا يخلينا كوريا، ويا رب يفضلوا دايما اون اور سايد، علشان احنا بليز يا جماعه ما دونت اباندون اس. افضلوا انتجوا، لان احنا احنا انا من غيرك بتوه توهان، انا من غيرك ماليش عنوان. فمنتجات البشره يعني في صعاب، في صعوبه يعني. يعني اكتر حاجتين بجد مش لاقيهم خالص، مش لاقي لهم بديل في المصري، المنتجات المصري. لوشن يكون فعلا بيوحد لون البشره، موس او جل يكون ما بيلزقش او ما بيعملش في الشعر فريز، بيكون بيضيف فريز فعلا. انا النهارده مستخدمه تافت للاسف يعني. وكريم مويسترايزر للبشره، او يعني هايلورونيك اسيد، اي حاجه ترطب. ترطيب يا جماعه. انا فاهمه ان احنا المصريين عندنا كلنا تي زون، وعندنا اويلي سكين، بس بجد انا فجاه بقيت بشرتي جافه ومش لاقي حاجه خالص. حاجه برضو من الحاجات اللي انا دايما بتكلم فيها، البرايس بوينت، الفلوس. لما يكون عندي مثلا بوتل سيرم فيتامين سي سعرها 700 او 800، يعني بتاعت هيكا ب 800 جنيه وبتاعت اتجي ب 600 جنيه، طب ما انا احط 200 جنيه كمان اللي هم سعر التوصيل بقى. سعر التوصيل دلوقتي بقى 100 جنيه، واجيب حاجه منتج كوري انا متاكده 100% انه هيشتغل. فلو انت في بلدك هنا وحاطط الاسعار دي علشان اصل العماله، اصل بجيب لك انضف حاجه، طب ما هي انضف حاجه وجايه بشيبمنت من بلدها، وكميه تاكسس اتدفعت في الطريق بالهبل، وفي الاخر جايه المارجن الاعلى بسيط قوي. فلا انتوا بصراحه يعني مش مفكرين نفس التفكير اللي انا كنت بفكر فيه، اللي هو بتاع ان احنا نحاول ندعم الاقتصاد. انتوا مش بتفكروا، انتوا بتدعموا اقتصادكم انتوا. فالصراحه كمان انا حاسه ان البرايس بوينت، يعني الاسعار بتاعت المنتجات المصريه تكاد تكون اولموست للحاجات المستورده اللي هي اوت اوف كومباريزن خالص، بره المقارنه تماما. وساعات بتكون اغلى، يعني في براندات ملابس اغلى بكتير من زارا واتش ان ام وبرشكا والحاجات دي. فده it doesn't make any sense. يقول لك اصل هنا احنا بنجيب القطن المصري. حبايبي، هو البراندات الاجنبيه دي هي بتجيب بتشحن القطن المصري من مصر، توديه يتصنع في حته تانية وترجعه لنا ارخص من اللي انت بتبيع بيه ده. فما تحاولش تقنعني. اخر حاجه بقى هي البرودكت اكسبيرينس. ايه الروايح دي؟ ايه الروايح دي بجد يعني؟ انا بشوف منتجات يا جماعه، انا في برودكت كده يعني المفروض ده بديل الفازلين. انا كنت بحب احط فازلين، عارفين اللي هو الكوكو ده، فظيع يا جماعه، كان تحفه. فجبته على اساس ان هو بيوحد لون البشره وبيشيل اللالا والستروبري سكين والكلام ده كله. ريحته، لا عارفه لما تكوني عامله محشي وقفتي في المطبخ وبعدين حطيتي كريم لو كواليتي، ده الريحه. هل بقى في الاخر شال التصبغات والكلام ده؟ يقول لك بس استمري قد ايه؟ 3 4 شهور يا جماعه. الفازلين كان تاني مره احط خلاص. لازم يبقى في كريديبيليتي، مصداقيه. ده اول حاجه. تاني حاجه لازم يوزر اكسبيرينس ده يعني تجربتي مع المنتج لازم تكون كمان انكلودنج فيها البراندنج نفسه، شكل الحاجه. الباطل بتاعت سوب اند جلوري دي يا جماعه، بعيدا ان في ناس ما بتطقش ريحه سوب اند جلوري، انا بحب سوب اند جلوري قوي بجد. الباطل بتحسسني ان انا بنوته واقفه في الشاور بستحمى، الريحه بتعجبني. في ناس بتعجبني جدا. يعني التجربه كلها حلوه يعني. ما تبيعليش حاجات في بوتل رخيصه. في حاجه بيعملوها برضو البراندات، بيستسهلوا ان ما عندهمش لاينز في مصانع، فتبصي تلاقي نفس البوتل اللي بيبيعها تيلوفيل هي نفس البوتل اللي بيبيعها مش عارفه مين، بس الفرق في اللزقه اللي بره. ده مش حلو ومش صح ومش هتجرو كده. يعني انا طبعا ببعت شابو فظيع مثلا البراندنج بتاع لوكن مثلا، البراندنج رهيب. انا لو شفت اللون بتاع لوكن ده مع السلوجن مع مش عارفه ايه، وهم كمان عندهم الكريديبيليتي عالي قوي، هعرفهم من بعيد، مخليه تجربتي نفسها حتى روايح المنتج فظيعه يا جماعه. انا بجد بعشق روايح لوكن. يعني ساعات بحس ان انا يعني هو ممكن يكون مش شغال معايا، بس من كتر ما ريحته حلوه انا عايزه اكمل. براس مثلا برضو نفس الحاجه، رغم ان هم شويه برضو البوتلز حاجات مش بتاعتهم خاصه بيهم يعني، بس يعني البراند في النظيف في الرايق، الريحه حلوه، البراندنج حلو، ده بيفرق معايا قوي. خاصة لما يكون كمان السعر مناسب، لان كمان البراندين دول سعرهم لذيذ جدا. دول مثلا مثال. في حاجات كتير جدا فعلا في استسهال في البراندنج مش طبيعي، في اليوزر اكسبيرينس، في الريحه، في الكونسيستنسي نفسه بتاعت الحاجه. حاجات ما بجد بتفضل سيتنج كده اون ذا سكين، حاجات ما بتدوبش كده في البشره، حاجات غلطات صغيره جدا. ويا ريت تسمعوها يا اصحابي اللي بداتوا مشاريع، بجد اسمعوها، لان
يعني انا بقول الحقيقه 100% من حد فعلا فارق معاه ان انتوا كلكم تبقوا احسن. لان انا نفسي اصحى في يوم الاقي ان احنا كل المنتجات اللي بنستخدمها هي منتجات بلدنا المصري، واقتصادنا متحسن وسستينبل، وما فيش حاجه اسمها استيراد والله علينا وكل الكلام ده. وانا نفسي ابدا مشروع والدنيا تبقى لذيذه، فما عنديش اجنده يعني. بس كده، قولوا لي بقى ايه رايكم في الموضوع ده؟ ايه البراندات المصريه اللي انتوا حسيتوا الفتره اللي فاتت اللي هو يا كان فين، بعيدا عن الشمعدان لان طبعا ده لا يضاهي شيء. وقولوا لي برضو ايه الحاجات اللي انتوا لسه مش لاقيينها خالص في الماركت، بدايل او ديوبس من حاجات مصريه يعني، حاجات مستورده كنتوا عايزينها وما لقيتوش زيها خالص، او حاجات نفسكم انها تبقى موجوده في البراند في الماركت المصري بسلوجان اللذيذ بتاعنا اللي احنا بنحبه جدا، ميد ان ايجيبت او ميد ان سعودي ارابيا او موروكو او اي حد بيتابعني من بلده يعني. بحبكم واشوفكم في فيديوز تانية ان شاء الله، و keep on watching.